كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. امبارح عملنا اخر فيديو ختمنا بيه اليوم، كان ان احنا خلاص وفرنا السكنات بتاعه الكاركتر كلها لاي حد حابب ان هو يحملها. خلاص انت مش محتاج بوس خلاص في الموضوع. فقلنا لكم ابعتوا الايميل عشان خاطر تاخدوا الكاركتر بتاعتكم. ففي مشكله في الايميل عندكم، معظمكم مبقاش عنده ايميل وكده، فاحنا حلينا المشكله وعملنا جروب تيليجرام. هتلاقوا جروب التليجرام تدخلوا عليه ازاي؟ افتحوا اليوتيوب عادي، عشان انا القناة لسه جديدة فمش عارفة اني احط لينك التليجرام يكون نشط تضغطوا عليه، فمعلش افتحوا القناة بتاعتي عادي من البداية خالص. من البداية خالص القناة بتاعتي اهو، شايفين هتلاقوا في هنا في البداية روابط اضافية هتضغطوا عليها، هو ده اللينك بتاع قناة التليجرام. يبقى كده الوصول ليها مش صعب، انكم تدخلوا لقناة التليجرام اهو التليجرام اهو، ده اللينك بتاعه وده الايميل بتاعه وده الفيسبوك كمان. بس لو حد عايز ان انا ابعت له الفولدر عليه مفيش مشكله، بس التليجرام هتلاقوا السكنات كلها متحمله عليه بالكاركتر. تعالوا نتفرجوا على السكنات اللي نزلت لحد الان. انا كل ما بلاقي حاجه مجانيه، حتى على الرغم اللي ما طلعتش في الفيديو المره اللي فاتت، بحطها سواء للبنات او للاولاد. بنزل من امبارح وما زلت بنزل لحد الان برضو، يعني كل ما بلاقي حاجه بنزلها. طيب بدأنا من أول هنا. الشخصية دي كنا قلنا إن الشخصية دي تقيلة على الموبايل، فلو أنت موبايلك ضعيف بلاش إنك تحملها. دي التعليمات بتاعها، يعني لما تيجي تعمل فيديو عنها تنسخ ده وتحطه في الوصف بتاع الفيديو بتاعك. ليه؟ لأن دي معلومات الشخص اللي عامل الديزاين والشخص اللي قام بتحريكه، فأنت لازم تحط حقوق الحاجة دي عشان الفيديوهات بتاعتك ما تتقفلش، فصاحبها ممكن يقضيك فعلا يقضيك، فدي تبقى مشكلة. حط إن الحاجة بتاعته في قلب الوصف بتاع الفيديو. يبقى احنا كده فهمنا الكاركتر دي خفيفة تنفع تشتغل عند اي حد. دي برضو التعليمات بتاعتها. كل شخصية الملف بتاعها تحتيها، كل ما عليك انك تحمله بس على جهازك. وبعدين لما تيجي تحب تفكه بقى، روح للفيديوهات بتاعتنا اللي كنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي بنفك باستخدام ملفات الجهاز او بنفك بالزي ارشيف، اللي احنا كنا عملنا فيديوهين عليهم. دول مفيش فيهم مشكلة. لو عايز الفيديوهات اللي بنفك فيها الحاجة عشان نحط نشغلها في التطبيق اهو، ده اول فيديو فك ضغط ملف الشخصيه فيتيوب بداخل فيتيوب ستوديو بزي ارشيف. وتاني واحد اهو فك ملف الشخصيه بداخل فيتيوب ستوديو بملفات الجهاز، سواء بقى انت مش عندك زي ارشيف او كده، فالاتنين موجودين في نفس الجروب. هتلاقوا الفيديوهات دي كلها في نفس الجروب، الفيديو ده والفيديو التاني اي طريقه تحبها عشان تحطهم جوه فيتيوب ستوديو. وده الفيديو الخاص بظبط اعدادات الكاميرا، وده لو انت بقى عايز تحمل مع موقع بوس عموما. بس خلاص كده بالنسبه لك الفيديوهات او بالنسبه لك السكنات كلها قدامك. ننزل نتفرج على السكن ده كمان، برضو كان حد طلبه، ده اللي هو شخصيه الزومبي اللي كنا قلنا عليه. ايه تاني؟ الشخصيه دي خفيفه كيوت، شايفين المساحه بتاعتها قد ايه؟ في ناس بتبقى حابه تجرب ان هي تشوف الشخصيه تتحرك عندها ولا لا، فعايزه حاجه خفيفه. فانا برضو بكون حريصه ان انا احط لكم حاجات خفيفه خالص، اهي زي دي مثلا. الشخصيه دي برضو كويسه. بتعرفوا ازاي هي خفيفه ولا لا؟ من المساحه بتاعتها. يعني شوفوا المساحه بتاعتها كام، 7 ميجا تقريبا، فلا خفيفه. تيجي شخصيات تانية مثلا، دي مثلا 3 ميجا، دي كويسه ممكن تجرب فيها نفسك. لو الشخصيه بطيئه او بتعلق في فيتيوب ستوديو فدي عايزه ان حاجه خفيفه. دي مثلا 8 ميجا، دي كويسه شكلها كيوت. دي مثلا تقيله شويه 24 ميجا وكده، بتعرف من المساحه بتاعتها. دي مثلا 37 ميجا، وطبعا واضح جدا ان هي فيها تفاصيل كتيره فممكن تبقى تقيله على الموبايل بتاعك. دي مثلا 13 ميجا، يعني متوسط شويه، تقدر ان هي تشتغل معاك. دي شخصية الأولاد اللي طلبوا شخصية اهي 11 ميجا. طبعا كل شخصية تحتها التعليمات، ما تنساش انك تحط الحاجات بتاعة الشخص. بقول لك ايه، it is allowed to use this model for streaming، يعني ممكن تستخدمها تعمل بيها streaming. but the production or sale of goods with character design or registered animation is prohibited، يعني ممنوع انك تعمل بيها براند لنفسك، يعني تعمل ألعاب وكده وتحط عليها الشخصية دي، لأ. تستخدمها بس في الفيديوهات زي كل الشخصيات مسموح بيها مع الناس بالشخص الأصلاني. الشخصية دي برضو بس هي تقيلة جدا، هي 52 ميجا. طيب والشخصية دي برضو خفيفة خالص 4 لو حد حابب حاجة زي دي. شخصية للأولاد برضو تانية تميل للناس الصينيين كده، 19 ميجا، يعني نوعا ما كويسة. شخصية للبنات برضو 7 ميجا خفيفة.
وفرينرن اصلا يعني احنا دي بتاعت انمي، فلو انتوا حابين تستخدموها بس اياكم تستخدموها على اليوتيوب، هيخبطكم حقوق طبع ونشر من الشركه اللي عامله الانمي ذات نفسها، فبلاش. ولكن يعني انا رفعتها لكن 13 ميجا خفيف. شخصيه زي دي مثلا عامله زي اللي هم الصينيين، هي اسمها ميكو برضو الشخصيه طلع اسمها ميكو، وببعت لكم التفاصيل بتاعتها. لازم الحاجات دي تتنسخ وتتحط في اي فيديو هتعملوا اي كاركتر هتاخدوها من دي عشان ما يجيش حقوق طبع ونشر. احنا ما زلنا مستمرين في رفع الفيديوهات بتاعتنا، رفع السكنات بتاعتنا، بدور وكل ما بلاقي حاجه مجانيه برفع. انا هرفع دي وهرفع دي، كل المجاني هرفعه، مش هسيب حاجه مجانيه. كل ما اقابل كده كل شويه هتلاقيني برفع لكم على طول، مش هسيبكم محتاجين حاجه يعني. وبقى كده حلينا مشكله بوس خلاص كده. اي سكنات بقى 3D 2D هتلاقوها على طول على جروب التليجرام. تاني مره بنجيب جروب التليجرام منين؟ من القناه بتاعتي من البدايه، الروابط اهي، هتلاقوا جروب التليجرام نشط شغال معاكم. تسلموا لي جدا، وعقبال ما نوصل لل 200 مشترك، حاليا بقينا 182، وصلونا ل 200 مشترك بقى عشان ايه؟ نستمر في فيديوهاتنا في محتوى الفيديو. مع السلامه، سايونارا.